يمكن دي أول مرّة وغالبًا هتكون آخر مرّة أتكلّم عن حاجة شخصية تخُصّني. الscript ده ولا هو مترتِّب ولا مكتوب بالAI عشان أكيد هو مش هيعرف يشرح اللي أنا عاوزة أقوله زي ما أنا عاوزة أقوله. في يوم قبل بداية السَنة الجديدة تقريبًا زي الوقت اللي إحنا فيه دلوقتي، قعدت أفكّر بقى في الحاجات اللي أنا نِفْسي فيها زي كل سَنة، جِبت ورقة بيضا وقعدت أفرّغ فيها كل اللي في دماغي، تقريبًا فضّيت دماغي كُلّها على الورقة. قعدت أكتب الحاجات اللي أنا نِفْسي أحققها والحاجات اللي نِفْسي أعيشها والحاجات اللي نِفْسي أغيّرها، بس قُلت هو أنا كل سَنة هاقعد أقضيها طموحات وأماني بس؟ أنا عندي قناعة بحاجتين مهمين أوي، أولًا الأخذ بالأسباب، لإن ربنا أمرنا بالسعي وقال في القرآن: "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى." فأنت اسعى واعمل اللي عليك وربنا مش هيستخسر فيك الحاجة اللي أنت نِفْسك فيها. ثانيًا اليقين بقدرة الله، ربنا قال: "إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون." يعني كل اللي أنت عايزه ما بين حرفين 2 الكاف والنون. هل ربنا هيصعب عليه إن هو يدّي لك كل اللي أنت نِفْسك فيه؟ لأ طبعًا، ربنا أحلى بكتير من إن هو يحرمك من حاجة فيها الخير ليك وشايف إنك نِفْسك فيها. ساعتها فكّرت وقُلت طب ما أنا كل الخيوط ما بين إيديّا أهو، أُمّال أنا عايزة إيه تاني؟ أنا عارفة إن السنة دي مُتعبة ومُرهقة وفيها حاجات كتيرة زعّلتِك وفي حاجات كتيرة اتمنيتيها ولسه ما حصلتش، بس خلاص السنة دي خلصت، اعتبريها فصل وخلص من حياتِك، صفحة واتقطعت مش بس اتقلبت. ابدئي دلوقتي حالًا كأن السنة دي رقم 1 في حياتِك، استبشري بالشخصية الملهمة اللي أنتِ نِفْسِك تكوني عليها في نهاية السنة القادمة إن شاء الله. 365 يوم بتفصلِك من شخصية هتتحرك من أقصى اليسار لأقصى اليمين. خدي نفس وهاتي ورقة بيضة كبيرة وقسّميها ل4 أرباع، الربع الأول هتكتبي فيه أهدافِك الدينية، عاوزة تلتزمي بالصلاة، بالأذكار، تقرّبي من ربنا أكتر، تصلّي قيام الليل والفجر، وِرد الصلاة على النبي، وِرد الاستغفار، تحفظي قرآن. الربع التاني هيبقى أهدافِك العلمية، عايزة أطوّر نفسي في كذا وعايزة أتعلّم كذا. دلوقتي اليوتيوب عليه كل حاجة ومصادر مجانية 100%، لو أنتِ عاوزة تتعلّمي أي حاجة دوّري على مصدرها وهتلاقيه. الربع التالت هيبقى أهدافِك الجسدية، عاوزة أتخن، عاوزة أخس، عاوزة أتعلم الرقص، عاوزة أضبط شكل جسمي، عاوزة آكل أكل صحي، أشرب مية، أهتم بشعري وبشرتي. الربع الأخير هيبقى أهدافك النفسية، عاوزة أبطل حاجة معينة بتضايقني أو بتضايق الناس، عاوزة أبطل أغتاب، عاوزة أبطل أنم أتابع تفاهات على السوشيال ميديا، أبطل أي حاجة بتزعل ربنا مني، أبطل أحقد على الناس أو إن أنا أقارن نفسي بيهم، أبطل أتمنى الشر للناس أو أضايقهم. بعد ما تخلّصي اكتبي اسمِك بخط كبير أوي واكتبي جنبه اللقب اللي أنتِ نِفْسِك الناس تناديكِ بيه في نهاية السنة القادمة إن شاء الله، واكتبي جنبها 2026 السنة بتاعتي وأنا اللي هاكتب قصتي بمزاجي. ابدئي امسكي نقطة، نقطة واعملي لها target وهدف زمني معيّن، هاحققها في وقت قد كذا، وأول ما تخلّصيها اعملي قدامها علامة صح. لو حسيتِ إن دي البداية اللي أنتِ كنتِ محتاجاها، ابتدي دلوقتي حالًا وشيّري الفيديو مع أصحابِك علشان الكل يستفيد، وما تنسيش تدعي لي. خليكِ ديفا، خليكِ ليدي، وكل سنة وأنتِ طيبة.